لما تعمل الميكروفون ويعطيك الطوب خلاص يعني تدخل في عالم آخر وفي جو آخر، والتركيز يكون على البساط الأخضر وعلى المباراة. الو الو رضوان، رضوان تسمع فيها؟ شكرا جزيلا للزميل بلال بوزيدي ولمحللية تلفزيون الجزائري. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم حيثما تواجدتم، سلام الله عليكم. وليد فرحان يحييكم، سعيد لخدمتكم مباشرة بملعب نيلسون مانديلا. هذا الملعب التحفة واحد من بين أجمل وأروع وأرقى الملاعب على مستوى القارة السمراء. المنتخب الوطني الجزائري على موعد جديد في عهد جديد في قصة جديدة متجددة رفقة منتخبنا الوطني الجزائري بقيادة المدرب الجديد بيتكوفيتش فلاديمير. لحظات مشاهدينا الكرام ولنا عودة بعد الاستماع للنشيدين الوطنيين. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. يا سلام على الجمهور الجزائري الرائع الحاضر. انت كنت حاضر وشفت يعني ما كان حادث في ملعب نيلسون مانديلا. صراحة الجمهور يعطيك شعور خاص. احنا المعلق الرياضي في نهاية المطاف هو إنسان عنده مشاعر وعنده عواطف. لما يشوف البلد تاعو ويشوف الجمهور الجزائري حاضر ويشوف أيضا قسما في ملعب نيلسون مانديلا، أكيد الشعور يكون خاص بالنسبة للمعلق وبالنسبة للمشاهد. في بعض الأحيان دائما كل ما نسمع قسما لحمي يشوك صراحة. يعني بالنسبة للمنتخب الوطني يكون شعور خاص. وأنا لما كنت صغير كنت يعني مناصر متعصب للمنتخب الوطني الجزائري، وعندما كبرت يا عمر لم يتغير شيء، وجدت نفسي معلق متعصب للمنتخب الوطني الجزائري. لحظات إذن ويعطي الحكم التونسي إشارة انطلاقة المباراة الودية التي ننتظر فيها الكثير من الإثارة. جنوب إفريقيا راينرز يلعب الكرة على الجهة اليسرى، أوسوين أبوليس العودة إلى الخلف، أمدا غوزولو رفقة نيكيو موبي، ثنائي الخط الخلفي بالنسبة للمنتخب جنوب إفريقيا. كرة لأبوليس.